اليوم تختتم مخيمات القرب بإقليم مديونة. فعلى مدى 4 مراحل نظمت المديرية الإقليمية لقطاع الشباب مخيمات القرب بالإقليم في كل من دار الشباب القدس، دار الشباب تكمل، دار الشباب مولاي الحسن، دار الشباب الحمد، دار الشباب الهرويين، دار الشباب المجاطية، ودار الشباب الرشاد، والمركز السوسيورادي الليمون. أكيد أن هذه المخيمات لعبت دور كبير، خاصة أنها مخيمات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة. خلال هذه المراحل قدمت مجموعة من الأطباق التربوية في مختلف المجالات، في المجالات الفنية، الثقافية، الاجتماعية، التكنولوجية والرياضية. هذه البرامج التربوية كانت من وراء أهداف وكانت من وراء قيم حاولنا أن الأطفال يتشربوها، بما فيها قيم المواطنة، قيم حب الآخر، قيم التعاون، قيم النظافة، قيم الاحترام، قيم النظام، إلى غير ذلك من القيم التي تسعى إلى بناء المواطن الصالح في المستقبل. بهذه المناسبة أود أن أتقدم باسم أطفال وأطر مخيمات القرب بأزكى عبارات الشكر والامتنان لكل الشركاء، عمالة إقليم مديونة في شخص السيد العامل والعاملين معه، المديرية الجهوية لقطاع الشباب في شخص السيد المدير الجهوي والعاملين معه، المجلس الإقليمي في شخص السيد الرئيس والعاملين معه، السلطات المحلية، السيدات والسادة البشوات والقياد وأعوان السلطة، المصالح الأمنية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الجماعات الترابية، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جمعية أصدقاء الرياضة والثقافة، جمعية رعاية ابن السبيل، شركة بساتين النخيل، رجال الصحافة والإعلام، فعاليات المجتمع المدني التربوي، وأطر قطاع الشباب بإقليم مديونة. في إطار اختتام مخيمات القرب التي أشرفت على تنظيمها المديرية الإقليمية بمديونة، نتواجد الآن في مؤسسة مولاي الحسن للحضور إلى حفل اختتام هذه المرحلة، كما حاضرنا مجموعة من دور الشباب التي نظمت نفس الحدث. للإشارة فإن هذه المراحل التخييمية لمخيمات القرب عرفت برنامجا موحدا، فإن البرنامج العام لهذه المخيمات كان برنامجا موحدا يعنى بتربية الأطفال على المواطنة، حيث تم الاحتفال بالذكريات الوطنية التي صادفت هذا المخيم، وهي ثورة الملك والشعب، عيد الشباب، وذكرى استرجاع واد الذهب. عرفت هذه المخيمات ورشات موحدة احتفالا بهذه المناسبات التي ذكرت فيما قبل. ثم كان هناك مجموعة من الورشات كالموسيقى والمسرح والذكاء الاصطناعي والإعلانيات، المعامل التربوية، الرقصات التربوية والكوريغرافيا. قد استفاد الأطفال من هذه الورشات التي تكلف بتأطيرها مجموعة من المنشطين المتخصصين في هذه المجالات. وقد لقي هذا المخيم إقبالا كبيرا مرحلة بعد الأخرى، حيث وصل عدد المستفيدين إلى ما يفوق 3500 مستفيد ومستفيدة، ونتمنى مستقبلا أن يتزايد هذا العدد نظرا لكثرة الطلب. ثم لقي هذا البرنامج استحسانا من لدن الآباء وأولياء وأمهات المستفيدين، حيث أنهم شاركونا الاحتفالات بحضورهم للحفلات الختامية.